السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات. أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل سمسمية كتير زاكية وصحية، إن شاء الله رح تعجبكم كتير. طريقة سهلة ومكونات بسيطة، إن شاء الله بتفيدنا برمضان. زي ما أنتم عارفين بكون الجسم بده سكر، بس ما بدنا ناكل أشياء مضرة، فخلينا نبلش إن شاء الله بإشي مفيد. أول إشي كوب من السمسم الني، حطيته بالمقلة طبعا من دون أي زيوت، بضلني أقلب فيه لحديت ما يعطيني اللون الأشقر. ما بدي إياه ينحرق، لا بس لون هيك بني فاتح كتير. لما تشمي ريحة السمسم هيك انت بتحركي خلاص بكون هيك تمام. بنضلنا نحرك فيه، ما بنسيبه لانه بنخاف انه ينحرق من هون او من هون، فلازم تضلك تحركي فيه. طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله راح تعجبكم كتير كتير. فانا حبيت اني ازيد شغلة اعزز فيها فائدته. حطيت معلقة من حبة البركة، وانتم بتعرفوا فوائدها كتير، فحبيت اني احطها عشان ان شاء الله نعزز كمان الفايدة. والسمسم له كتير كتير فوائد، فوتوا على النت وشوفوا فوائده، يعني انا ما بقدر احكي لكم اياها لانه فوائد كتيرة وفي اخصائيين لهيك اشي. حطيت كوب من السمسم، وحطيت معلقة من حبة البركة او الحبة السمراء او القزحة، لها اسماء كتيرة. هيك صار لونها زي يعني اللون اللي احنا بدنا اياه، لانه لسه راح نحركها مع اللي بدنا نحطها معه. هذه دبس تمر، حطيت ربع كوب. فطبعا اذا بدك تكتري الكمية بتحطي كوبين مثلا سمسم، معلقتين حبة البركة، مع نص كوب من الدبس التمر. دبس التمر حطيناه بدل السكر، يعني بدل القطر حطينا دبس تمر. بتحبي تعمليها بقطر برضو ما في أي مشكلة، بتحطي ربع كوب قطر، بس إحنا بدنا نعملها زي ما حكينا صحية إن شاء الله، اللي تفيدنا ما تضرنا. وبنحرك فيهم شوي مش كتير، وبعدين بنطفي عنهم. ما بنحرك كتير عشان ما ينحرق معنا. بنطفي عنهم، بنكون محضرين ورقة زبدة، وبنحط عليها معلقة طحينة وبندهنها مزبوط، أو كيس نايلون، بس إحنا عشان بدنا نديره وهو سخن فما يعني أحسن إن ما نحطه على إشي نايلون. فورقة الزبدة هيك ممتاز، نمسحها على قد الكمية، نمسحها كلها. معلش عشان أنا ماسكة التلفون في إيد. وبنمدها عليها زي ما انتم شايفين، وبنظبط الجناب، وبنقطعها قبل ما تبرد، لأنه إذا بردت صعب إن نقطعها. وهي دافية بنقطعها التقطيع اللي بدك إياه، طولية مربعة، اللي بدك إياه بتعملي فيها. فبنقطعها إن شاء الله كمية منيحة، عملت لي تقريبا 10 قطع أو 8 قطع، فيعني هيك بكفي. أما إذا عيلتك كبيرة اعملي كوبين. حبيت اني احط زي ما حكيت لكم حبة سمراء، ممكن اذا في عندك فستق حلبي، عندك لوز، عندك اي اشي ممكن تضيفي عليها كمان. هذا برجع لإلك، بس انا حبيت اعملها خفيفة ومش مكلفة عشان ان شاء الله تكون بمناول، يعني كل الناس تقدر انها تسويها. وهيك خلصنا. طريقة سهلة وبسيطة وحلو كتير كتير زاكي ومفيد. يعني لو أكلتي قطعة بعد الفطرة بتحسسك إنك ماكلة إشي حلو، بس برضو مفيد ما بضرنا. وهيك خلصنا. إن شاء الله وصفاتي بتعجبكم، وبتتابعوني وبتعملوها وبتقولوا لي بالتعليقات كيف طلعت معاكم. وهيك خلصنا، وإن شاء الله إفطار هني، وتحلاية تكون زاكية، ويعطيكم ألف عافية.